سبق لي في حصة ماضية درت نداء للشاب تاع غرداية اللي قال يحوس يتزوج بنت متيزي وزو. درت له نداء، النداء تاعي واش جاب لي عجوزة في عمرها 70 سنة. هاي بعثت رسالة قالت أني حابة نتزوج. المهم ماشي لازم الشاب تاع غرداية، الشاب تاع غرداية صغير يعني، ولكن تقول أكتب لك هذه الرسالة راجية منك سيدي المحترم مساعدتي في إيجاد رجل صالح يناسبني سنا لا يفوق 76 سنة، فأنا امرأة عمري 70 عام، أبدو أصغر. 70 سنة بصح تبان صغيرة، قالت لك ماشي تسمع 70 سنة تقول خلاص هي طاب جنانها واحدودب ظهرها وشاب شعرها، لا 70 عام بصح أبدو أصغر من عمري. لا أستطيع أن أسكن وحدي، هذا ما جعلني أفكر في الزواج على سنة الله ورسوله. بارك الله فيك، يخاف الله. ما إيش قادرة تسكن وحدها 70 سنة، ما عندها الدورية، ما عندها حتى واحد، وعندها مسكن. قالت لك تحوس على إنسان يخاف الله ومتفهما حنون. احنا نقدر نعرفه يخاف ربي، ما يشربش، ما يسرقش، ما يكذبش، يصلي صلاته. بصح حنون هذا ما كيف نعرفه حنون؟ خلي حنون هذا كي يتزوج بك حتعرفي حنون ولا ماشي حنون. ماذا إذا أي شيخ حاب يتزوج، هيا روحنا نزوجوا لي جان جاونا العجايز دوك نزوجوهم. هيا مبروك عليك، روح نشوفوا لك هذه المرأة تزوج بها وتبني دارك إن شاء الله.